السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم أحبائي ومتابعينا على اليوتيوب. وبعد انقطاع فترة طويلة من الفيديوهات إن شاء الله رح نعمل لكم سلسلة جديدة، وكل أسبوع إن شاء الله رح يكون فيديو. حلقتنا اليوم رح تحكي عن أحد شركات الديوبز والبدائل اللي انشهرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وكانت تتطور بطريقة جميلة جدا، وعملت ضجة في الفترة الأخيرة رغم إنها ما انتشرت كثير في كل العالم أو في كل الوطن العربي. وشركتنا هي شركة صمام. شركة صمام كانت مبدعة في الديوبز اللي استهدفت في فئات عطور نيش. شركات عطور كثير ما كانت تفكر تعمل لها بدائل. وسبب شهرة شركة صمام كان العطر الأول اللي اسمه كايوس من صمام، بديل ديمار الثائر، وأول بديل في الوطن العربي لديمار الثائر، وبتغلب على ديمار الثائر بالأداء بثلاث أضعاف. يعني إذا بدك بديل لديمار الثائر أداؤه قوي جدا، رائحة سويتية نفاذة، وبتترك هالة عطرية قوية، بنصحك في عطر كايوس. طبعا نزل كثير بدائل بعد هذا العطر، مثل ليكويد برون، مثل ريبل انيبل من عساف، من كثير شركات، من ابراك. لكن هذا بظل الوحش بينهم، اداؤه خارق. والعبوه جديده من صمام تيجي بهذا الشكل، محفوره اسم صمام، والكاب عليه شعار صمام، حتى من الداخل في على الكاب شعار صمام. الشركة تطورت بشكل رهيب، وحسنوا إنتاجاتهم بطريقة جميلة، وحتى إنتاجاتهم صارت أنقى وأجمل. وكان من الجنون في هذه الدار أول بديل لعطر كراش أون مي من يونيك لاكجري، اللي هو عطر كارميلور من صمام. العطر رهيب، تطابقه عالي مع كراش أون مي، مع أداء قوي، وخففوا رائحة الحدية الموجودة في كراش أون مي المزعجة. العطر تطابقه رهيب مع كراش أون مي، وعشاق كراش أون مي بنصحكم تجربوا هاي التحفة. ومن الإبداعات المميزة جدا كان في شركة صمام عطر جناوة. عطر جناوة على خط جايدنس العادي من أمواج بأداء فلكي. العطر فيه سنة صناعية خفيفة، بس أداؤه بيشفع له، أداؤه جميل جدا. سيب العطر يبرد أول 3 دقائق 4 دقائق واستمتع. العطر أداؤه قوي جدا جدا، من العطور بتستمر على ملابسك أكثر من 4 أيام. وفوحان كل عطور صمام يتجاوز 4 إلى 5 ساعات مع ذيل عطري. يعني العطور أدائها قوي. وكمان الشركة ركزت على الترندات والعطور النيش اللي مش أي شركة أو مش كل شركات الديوب استجرت تعمل لها بدائل. ومن هذه الإبداعات كان عطر هايدي من صمام، بديل مودوراي ميمو. مودوراي ميمو انشهر في الخليج العربي بشكل قوي، وكان العطر عليه طلب قوي، وشركة صمام عملت لهم بديل ديوبس متطابق بشكل عالي جدا. العطر جميل نقي جدا وغير مزعج وأداؤه قوي. وأول ديوبز وبديل لعطر نات أبلو بوتل 1.2 من هيستوريك كان آرت من صمام، وبعتقد هو البديل الوحيد لغاية الآن. العطر جنوني، والتفكير في طريقة العطر هذا انه تعمل له ديوبس كان فكرة مجنونة، لأن العطر غريب، رائحة فريش مع رائحة صابونية مع رائحة بودرية زهرية جميلة جدا، وبحتاج يعني إلى طبقة معينة. يعني شركة صمام هون بتخاطب طبقة معينة من السوق. آرت من صمام أداؤه نووي. ومن المجموعات المميزة في شركة صمام كان عطر مدائن صالح. عطر مدائن صالح على خط سايد افكت من انيشيو، بس الشركة حبوا يضيفوا لمسة خاصة إلهم، عطت العطر رونق جميل جدا، أداؤه نووي. وصلت الأمور لحد الجنون، وعندهم عطر البتراء، عطر أداؤه خارق جدا جدا وبحتاج إلى ذوق خاص. عطر جلود معقد، لكن في ناس بتحب هيك عطور. والعطر أداؤه قوي جدا جدا. العطر على خط فالكار من دي مارلي، لكن أصعب من فالكار من دي مارلي بعتقد. العطر افتتاحيته هارش أكثر، خشني أكثر من فالكار من دي مارلي، وأداؤه نووي جدا. هذا العطر بيستمر على ملابسك أكثر من أسبوع. وكان آخر إصداراتهم في عام 2025 في معرض بيوتي وورد، كان عطر مينا من صمام، وهذا العطر عمل ضجة. هذا العطر على خط ناستوس إيتات ليبر دي أورانج. عطر جميل شتوي، في رائحة جلدية مع أخشاب مع أزهار بطريقة مجنونة جدا. عطر ناستوس من إيتات ليبر كان ترند، ولغاية الآن ترند، وهذا أول بديل له، والبديل متطابق بشكل رهيب جدا، وأداؤه بتحداكم. أيضا الشركة فكرت في الأشياء الفينتج والأشياء القديمة اللي توقف إنتاجها، لغاية إنهم عملوا عطر كول ميست، العطر المثلج الجميل جدا اللي بتشم فيه رائحة النعنع
مع الحمضيات بشكل مش طبيعي، كأنه مهيته نعنع وحمضيات ولمسة من اللوز. العطر على خط أحد عطور جيرلان اللي توقف إنتاجها، اللي هو لوم إيديال كلون. رائحة منعشة جميلة جدا وأدائها قوي جدا. هذا العطر أنا بحبه كثير في الصيف، عطر جميل جدا وبعطيك هاي العطرية قوية ورائحته منعشة جدا. ومن الأشياء الفينتج اللي صمام جابت لها بديل قوي جدا وفكرت في عطور من الزمن الجميل، كينيداريا كلاسيك اكستريم. هذا العطر على خط لينستان دوغرلان اكستريم ذو الحواف السوداء. اكيد الناس اللي متابعني اللي عمرها فوق 30 سنه بيعرفوا شو العطر اللي بحكي عنه، لينستان دوغرلان اكستريم، اللي اذا بتنعرض حبه منه ذو الحواف السوداء على احدى جروبات الفيسبوك بتكون حرب عليه، لانه العطر فينتج مقطوع وله عشاقه وبوصل حقه مبلغ فلكي. فصمام جابت لنا بديل متطابق له بدرجه مش طبيعيه وبتحدى الجميع فيه واداؤه قوي. وكان من انجح العطور الشبابيه الجميله جدا كينيداريا جونجل على خط ليبو بارادايس جاردن، لكن ضرب 4 ضرب 5 في الأداء. عطر مميز جميل، وهذا من أكثر العطور الشبابية اللي بنبيعها من صمام. طبعا عطور شركة صمام كثيرة وصاروا أكثر من 60 صنف، وحبيت أحكي لكم عن هذول 10 أو 11 بديل، وإن شاء الله في الحلقة القادمة راح أحكي لكم عن أصناف ثانية ومميزة جدا وبنصحكم تجربوها. ويسعد أوقاتكم ودمتم بخير إن شاء الله.